السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي هنحل التمرين العملي رقم 3 اللي هو إزاي أشتغل على شيت إكسل. السؤال هيجيلي إزاي وهكتب إيه وهحل إيه هنعرف دلوقتي مع بعض. أول حاجة هيقولي في السؤال: قومي بتشغيل برنامج الإكسل مع كتابة الخطوات اللازمة لفتح البرنامج. أنا هشتغل إزاي على البرنامج؟ هفتح البرنامج إزاي؟ هقول ستارت أول بروجرام، خلاص، وعندي مايكروسوفت اوفيس اكسل اهو. هفتحه بالشكل ده، اروح جايه في ورقه الامتحان بتاعي وكاتبه كده الاجابه من قائمه ستارت، اختار بروجرامز ثم مايكروسوفت اكسل. الجزء الثاني او السؤال الثاني: قومي بانشاء قاعده البيانات الاتيه. اروح جايه هنا على الاكسل، خلاص، واروح ابتدي اكتب بقى اللي هو عايزه. هو عايز نكتب اسم البلد، وبعدين هنكتب العاصمه، وبعدين هنكتب أهم المواد. خلاص، هو عايز مصر، السعودية، وعايز المغرب. طيب نشوف مصر هتبقى عاصمتها طبعا معروفة القاهرة، السعودية هتبقى الرياض، المغرب عاصمتها الرباط. طيب أهم المواني المغرب، أهم المواني فيها اسمها الدار البيضاء. السعودية أهم المواني عندهم جدة. طبعا في مصر الإسكندرية. خلصت الجدول بتاعي، خلاص كده الحمد لله. جاوبنا على السؤال التاني. السؤال التالت: قومي بإعادة تسمية ورقة العمل إلى داتا مع كتابة الخطوات اللازمة. نعملها وبعدين نشوف الخطوات هنكتبها ازاي. ادي شيت 1، هقف عليها بالزر الايمن للماوس، اختار كلمة رينيم واجي اكتب هنا. عايزني اكتب داتا، هنكتبها ازاي دي في الورقة مع بعض اهو. بصوا، بالضغط على الزر الايمن للماوس فوق كلمة شيت نختار كلمة رينيم ونكتب كلمة داتا. طيب الخطوة الثالثة: عايزني قومي بحفظ مصنف العمل كله باسم اطلس. تعالوا نشوف مصنف العمل اللي هو اسمه ورك بوك. من فايل، من قائمة فايل هختار الامر سيف، خلاص، واجي اكتب هنا هختار الديسكتوب واجي اكتب هنا كلمة اطلس، خلاص، واقول له سيف. طبعا عشان انا كنت مديه واحد في نفس المكان ده اسمه اطلس. خلاص، اخر خطوة دي طب هنكتبها ازاي؟ من قائمة فايل نختار سيف، نختار اطلس، وبعدين نكتب كلمة سيف. اي حد من المدرسات الموجودين معاكي، احنا 4، هيشوفك انت حل الحل ده، مغيره كلمه اطلس فوق، مغيره كلمه داتا تحت، كاتبه الورقه بتاعتك بالشكل ده. هتاخدي 8 درجات لان كل فقره من دول عليها درجتين، يبقى انت كده حصلت 8 من 12. وطبعا ان شاء الله باذن الله في الامتحان النظري تاخدي بقيه ال 12. ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق السنه دي في كل المواد بتاعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.